منهم. رغم هذه الآلام فإن كثيرا من الطرائف والابتسامات ملأت حلقات البرنامج، منها ما كان مع الكاتب والإعلامي الكويتي الشيخ محمد العوضي في حلقة بثت يوم الأربعاء 10 من مارس من العام 2004، وكانت حول برنامج ستار أكاديمي. لنشاهد هذه الطرفة. كنت في لوس أنجلوس سنة 1900 في الاتحادات الطلابية 2000 أو 99. فسألني طالب بيني وبينه، قال لي أخ محمد إحنا صايمين وأنا قبل لا أصوم، قبل الصيام، قبل أن يأتي مدفع، طبعا ما في مدفع هناك، قبل أن يأتي الإمساك أذان الفجر، وقت نعم. أذان الفجر أنفصل عن عشيقتي. مسكين. لكن ذاك اليوم قبل أن أنفصل أعطيته قبلة ساخنة ويكلمني بجد. ثم بعد ذلك حسيت قبل الأذان يعني. إيه قبل الأذان. ثم حسيت وندمت ندم عظيم. تدري ليش يا أخي محمد؟ لأن كانت شاربة خمر وايد. وحسيت طعم الخمر بفمي، فهل أكون شربت الخمر ولا لا؟ قلت يا سلام عليك. هذه عبادات مثل ثاني في كتاب. سامو نافع ولا لا الأول؟ أفتيته بإيه؟ في مسكين. هذا يشفق على الإنسان، هؤلاء مساكين. إحنا المشكلة ترى هذه الضحايا، المشكلة في التسويق. الرجل حريص يعرف الحكم الشرعي، حريص ولكن مغيب الوعي في الأحكام الشرعية. المثل الثاني الذي يجسد هذا المثل. ما تقول لنا الحكم الشرعي بتاع الموضوع. لا أنا جاي لا. المثل هذا راح لا ينسى في ذهن المشاهد حتى تهدم الصورة الزائفة بمثل حتى لو كان فيه طرفة، كما على طريقة الجاحظ في هدم أفكار خصومه. الإمام ابن قتيبة في كتابه عيون الأخبار يقول: جاء رجل يسأل الإمام الشيخ المستفتي: يا شيخ لقد زنيت بامرأة وقد حملت مني بالحرام. قال للشيخ: يا خرابك، لماذا جعلت العقوبة عقوبتين، عقوبة الزنا وعقوبة الحمل؟ لماذا لم تعزل عنها حتى لا تبوء بإثم الولد فوق اسم الزنا؟ فقال: يا شيخ بلغني أن العزل مكروه. قال: يخرب بيتك، بلغك أن العزل مكروه ولم يبلغك أن الزنا حرام. مثل هؤلاء كمثل الرقاصة اللي قبل تطلع المسرح: يا رب وفقني أهز كويس، يا رب أسألك أن أؤدي واجبي وإتقاني في العمل. بعدين راحت الحج ورجعت ورقصت، فلما رقصت قالوا الحشاشة: متعينا يا حقة. هذه الأجواء هي أجواء ستار أكاديمي.